زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ده طبق كشري مصري بايد مغربيه، معمول لسه دلوقتي. خشوا شوفوا المقادير وطريقه العمل. الطريقة الجديدة اللي ابتكرنا بها الطبق ديال الكشري. ودخلوا ديروا معنا لايك واشتراك في القناة. يا جماعه حاجه جميله جدا. دي ميه الدقه وده شكل طبق الكشري. شكله بكي شهي. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من يوميات عادل السعدية. يوميات عادل السعدية ما تنسوهاش حطوها في مخكم، دخلوا اشتركوا معنا في القناة. النهارده شغاله تابعه، يعني انا اللي اقولها دي اكله الكشري المصري، عشان دي اكل الكشري المصري هي بتعملها لي. مساعدة الشيف. انا مساعدة الشيف. مساعدة الشيف. ماشي. هو الأكلة كشري مصري، كشري مصري يعني مشهور. هو بالنسبة لي هو بياكله، هو أنا ما بناكلوش. ممكن تاكل مكرونة، حيت في ناس بتزعل لما نقول أنا ما باكلش الكشري، يعني كل واحد وما بياكلش. حنا ما عندنا مثلا المغاربة عايشين في المغرب ما بياكلوش كسكس طبعا. ما غنتقلقش، وانا ما قلتش كسكسي، وانا ما نتقلقش من ما نقول لهم ليش ما اكل الكسكسي ممكن بشويه سكر بتاع. ما نتقلقش منهم، نقول لهم الاجنبيين بيجوا من برا بياكلوا الكشري. أيوة. انت ما بتاكليش كشري. ايوه ده ثقافه بلاد. طيب دلوقتي غندير شويه كشري ليه هو. ماشي. هي عملت كده. بصوا يا جماعه، سلقت المكرونه مرمريه الصغيره واسباجيتي، وحمرت البصل. وحمرت البصل. ماشي. وهنا العدس اهو على النار. لا ماشي العدس، ده بتاع الحمص. حمص على النار والصلصه على النار. ماشي. دي الحاجات بتاعتنا. وعندنا العدس اللي صار، عندنا عدس نقعته شعريه. عنده دابا الوصفه الرز، نحطوا الرز. لا هنحمر الشعريه الاول. ايوه. ده الزيت يا جماعه اللي حمرنا فيه البصله، طعمه يبقى جميل. هنحط نصه بس، حطي نصه بالراحه. حطوا نصه ونحمروا فيه. حطي الشعريه تحمر. بس قلبيها بقى. انا نحاول نسهل الوقت عشان الفيديو ما يبقاش كبير. علاش كندير عشويه؟ لان باش ياكلوا هو حتى الحاجه ملي كتبات خلاص مالاش لازمه. قلبي نحمروا البصل الشعريه. ورجعوا معكم. بسم الله. دابا تحمرنا الشعيريه، غنحطوا الرز. حبابنا اللي عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناه. حبابنا المغاربه والمصريين، الدول العربيه كلها، والسعوديين واليمنيين والاماراتيين وكل، من غير ما لا نسيت شي حد ما يتقلقش منه. ها هو كيقول لي قلبي، يعني انا مش عارف. خلي بالكم، يعني ما بحبش حد يعني يقول لها اعملي كذا. حيت انا مش هي بتعمله لوحديها. خلي بالكم. بس انا عايزه النهارده بطريقه ثانيه مختلفه، حيت مش عارفه انا نقلب. بعمل بعض حاجات على بعضها كده. العدس ده منقوع يا جماعه. العدس حنا ارميه بحاله، مش نقعه. ومنقيينه بطبيعه الحال. منقوع حوالي ساعه، ساعه ونص. ممكن ناس بتسلقه لوحده بره، لكن انا بحبه مع الرز. هو عاوز بيحبه يقرمش شويه مع الرز. هو عاوز كشري هيستوي هنا حوالي 3/4 سوا. عاوز كشري بطريقته. ايوه. نحطوا الملح. حطي الملح على حسب الذوق. ماشي كويس. نحط واحد راس تاع معلقه ديال بصوا يا جماعه، التوابل دي توابل كشري، توابل الصلصه، بس بنحط منها معلقه. هقول لكم على حاجتها. حطي معلقه صغيره او نص. ماشي. التوابل دي عباره عن كزبره مطحونه، وحبهان مطحون، وورق وزر ورد، ولوري، كبابه صيني، او اسمه ايه، بلح جوز الطيب، وكمون. كل دول مطحونين. بيبقى معلقه من كل حاجه، بناخد منهم جزء صغير بس. بنحط هنا، وهنحط منها بردك على ايه، دي اسمها توابل الكشري يا جماعه. ادي بقى بتاعت القرفه دي، عود القرفه. ده عود قرفه يا جماعه، عود قرفه اهو، بيدي طعم جميل جدا. كل الرز
والعدس ده طعمه منكه. الشكوشي على طبق الكشري. كل ده طبق كشري بياخد غلبه. حيت انا والله لا غندير لي اليوم طبق يعني طبق كشري بالمعنى طبق كشري. ما غنديرش كتير. ماشي كده ظبطنا الميه. حلوه. غادي نبداو نعملوا التقليه ديال الصلصه بعد ما تسبكت معانا. هاد الزيت اللي خدينا منه نصه الزيت ده اللي علينا فيه البصل يا جماعه، هيدي طعم حلو جدا. دي التومه، ماشي. قلبي وهاتي معلقه كبيره من دي تتحمر معاها. بس ماشي عشان مع الصلصه. دي توابل الكشري يا جماعه، تحمر معاها حاجه خفيفه ونطش بيها التقليه. دي التقليه بتاعت الايه، بتاعت الصلصه. دي بتطعم جميل جدا للكشري يا جماعه. وقلنا احنا التوابل دي متكونه من كزبره وحبهان وزر ورد لوري كبيبه صيني او جوز الطيب كمون. كل ده مطحونين، معلقه من كل حاجه. مش هناخد منهم على قد الايه كده. هتبدا تتحمر التقليه ونطش عليها الايه، ندوق عليها بقى الايه اول ما تتحمر. بعدين بنحط لها الملح في الاخر. نحط لها شويه ملح للاخر. خليه هنا. لحد ما تخش. يلا هاتي شويه من هنا. لازم نطشها سخنه. بسم الله. ايوه يلا بسم الله. ايوه يلا. بس حطها على النار. حط شويه ملح بقى. الصلصه دي يا جماعه مهمه جدا، هي اللي بتحيي طعم الكشري. حط شويه ملح. ماشي نص حلو. شويه كمون، شويه فلفل اسود. بعد التوابل دي حطينا شويه كمون صغيرين. فلفل اسود اهم حاجه، معلقه. ايوه بس حلو قوي. ماشي. ما ننساوش خلي بالكم نقلب. شايفين؟ واحد يجيب قرفه اللي حطيناها دي هتدي طعم جميل جدا مع شويه التوابل بتاع الكشري. على الاخر نحط الشياطه. ماشي. كده الصلصه بتغلي جامد. خليها تغلي شويه، لسه ما وصلتش. عايزين بقى تخلي معلقه خل صغيره. ماشي. لسه في ميه الدقه بقى. بيعمل الكشري على كيف. ايوه شويه خل، معلقه خل. بس حلو اهو كده، تدي مزازه حلوه للصلصه. بصوا بقى لما شايفين الشكل. اللي عايز يحط شطه لا لسه. حط كمون صغير بس. هنجهز لكم بقى ايه طبعا. لحظه واحده. لسه الدقه. لسه العيش. دي الدقه. ده ميه الدقه يا جماعه، بيسموها ميه الدقه. ده توم الاول. ماشي. نحط عليه ليمون. قلت كمان اليوم مساعدة شيف. ماشي. نحط عليه الليمون كل حاجه. بعدين نصب عليه الميه. الميه دي اللي هنحطها يا جماعه ميه الحمص، ما نرميهاش. ميه الحمص جميله جدا في ميه الدقه. ميه الحمص اللي سلقنا فيها هناخدها نحطها على ميه الدقه دي، تطلع طعمها جميل جدا. وادي الصلصه يا جماعه كده بعد ما اتسبكت. الرز خلاص اهو، هو والعدس والشعريه جميل جدا.
هنطلع لكم نوريكم الطبق دلوقتي. هنطلعوا لكم احلى طبق كشري احلى طبق من بره. كشري، طبق أحسن كشري من بيتي طبق. مغربي. ايوه. عشان لما المصريات يدخلوا يدوني في جنابي. ماشي كفايه. نكب ماء. ايه تاني؟ كمون. كمون. حطيت الكمون. على فكرة واخا يدخلوا يدوني في جنابي انا ما بيحوقش معي. حط شويه تاني. ما بيحوقش معي الكلام ده. يلا يدخلوا يعبروا زي ما هم عاوزين. شويه خل بقى. ملح ماشي. نص معلقه ماشي. خل معلقة كبيرة. هو لازم يكون طعمه لاذع شويه. ماشي. اللي يبغى الشطة يحط الشطة. اللي عايز شطه يا جماعه بيحط شطه، انا ما بحبش الشطه توجع بطني. دي ميه الحمص يا جماعه اهي. بس حلوين قوي. قلبي. هذه هي الدقة. عشان ندوق. دوق كويسه بس دي العشوائي. نجيبوا الملح. بيلعب. لسه الملح لسه الملح. ماشي قلبي. لسه خاصو الملح. هذه كتوكل، هذه كتحط على الكشري عشان حط شويه خل صغيرين بقى تاني ندي لها صعب. يبقى خل، ملح وخل وكمون وليمون وتوم. دي ميه الدقه يا جماعه. انا جايز لكم الطبق بقى واوريه لكم دلوقتي. اهو كده حطينا الرز والعدس يا جماعه اهو. الرز والعدس يا ابو جبه مع الشعريه. نحط المكرونه كده حواليه اهو. لازم ننسق الطبق. داير. يا جماله يا جماله يا جماله. يا سلام المغربيه لما تفنن. تبدع. ايوه كده. حطي تاني. تبدع. حطي تاني. شويه مكرونه تاني. انا بحب المكرونه حلوه عشان الرز يبقى يبان. ايوه هيبان ان شاء الله. متقلقيش ما احنا صورناه. لا التقليه دي اخر حاجه. حطي صلصه. صلصه. فيها معلقه. على المكرونه. ايوه. شوف الصلصه بقى طالعه ازاي يا جماعه. سباكه حلو بالتوابل حتى ريحتها باينه. خلوا بالكم احنا كان عندنا مطعم ديال مكرونه. كنا كنديروا المطعم. حتى بقى شويه عدس شويه بتاع ده من دي حمص بالمعلقه برضك. حط شويه حمص في الحته دي كده في المدوره الفاضيه. شويه حمص كمان هنا لازم نزوقه. ايوه كمان شويه. بس حلو قوي. 3 حتت حلو قوي. جميل. تنسيق الطبق يا جماعه. ايوه شويه في النص كده حلوين. يا سلام. يلا بالصحه والراحه. ان شاء الله يكون الكشري ديالنا اليوم عجبكم. الطريقه ديالو حاجه جميله جدا يا جماعه. وتحطي جنبه جنبيها الدقه. ميه الدقه. هذه المعلقه. ايه رايكم؟ صحة والراحة. ما تنسوناش تعجبكم الفيديو باللايك والاشتراك في القناة. ضروري الله يجازيكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.